أمهاتنا زمان بالليل كانوا يدخلوا المطبخ في 10 دقايق يطلعوا لنا بأحلى عشوة جميلة جدا. وصفاتهم بجد بتبقى فيها ريحة من ريحة الزمن الجميل، بدون بقى مكونات كتير. دلوقتي عندنا كل المكونات، بس أكلة بريحة وطعم زمان مفيش. يلا نعمل مع بعض العجة المصرية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وموجودة في كل بيت مصري. على النار يا لهلوبة حطي معلقة صغيرة من السمنة البلدي على معلقة صغيرة من الزيت، وسيبيهم لحد ما يسخنوا، وانزلي عليهم ببصلاية كبيرة متقطعة تقطيعة صغيرة، وقلبي قلبي قلبي. انزلي عليهم بقى بالخضرة بتاعتك بقى، شوية شبت على بقدونس على كزبرة، نوعي وشكلي كده في الخضرة. الأكلة دي بتحب الخضرة الكتير. مع يا سلام بقى لو في قرن فلفل حامي بيودي الطعم في حتة تانية خالص. وانزلي عليها بطماطمية صغيرة، وسيبي بقى المكونات دي كلها تتسبك مع بعض على نار هادية. وتعالي معايا بقى نشوف هنعمل ايه. معانا 3 بيضات، هنحط عليهم 4 معالق كبار من الدقيق، ونبتدي نقلب، ونحط عليها رشة من البيكنج باودر. رشة البيكنج باودر دي هترفعها معانا وتبقى طعمها تحفة. الوصفة بتاعتنا اتسبكت، هنطفي عليها ونسيبها تهدى خالص، ونحط بقى عليها البيض والمكونات اللي احنا عملناها، ونقلب نقلب نقلب لحد ما تبقى عبارة عن عجينة كده قوامها بالنسبة لنا قوام كريمي كده. وفي صينية مدهونة زيت هننزل عليها بالعجة بتاعتنا، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180. وشوفي بقى، الله الله يا لهلوبة، الله الله، عجة مصرية بدون مكونات، عملنا أحلى عشوة تكفي بيت كامل. اتفرجي بقى على الريحة والطعم، الله. لو عجبك الفيديو خليكي لهلوبة واشتركي في القناة.